نبدأ ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتكم كوكب الشرق. طيب، قبل ما نبدأ خلوني أسألكم سؤال واحد بس. هل تتخيلوا إن فنانة من أشهر فنانات مصر قدرت تخدع واحد من أذكى نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية؟ ومش بس كده، لأ، دي كمان اتجوزت في الخفا من شخصية كبيرة في الوسط الفني، وبنتها دخلت في واحدة من أغرب القضايا اللي شغلت الرأي العام في التسعينات. وفوق ده كله، أمها اللي كانت فنانة موهوبة جداً راحت ضحية مرض غامض محدش كان يعرف اسمه وقتها. المرض ده هو اللي أجبرها تسيب الفن للأبد وهي في أوج أعطائها. الحكاية اللي هنحكيها النهاردة مليانة مفاجآت ومنعطفات غريبة. حكاية ست عاشت حياة مش سهلة خالص. شافت أمها بتتبخر قدام عينيها يوم ورا يوم، شافت أحلام كتير بتتكسر، بس قدرت في الآخر تبني لنفسها اسم كبير في عالم التمثيل. حكايتنا النهاردة عن الجميلة سوسن بدر. يلا بينا نبدأ من الأول خالص. بصوا يا جماعة، أنا مش هبدأ الحكاية من سوسن نفسها، لأ، هبدأ من حتة تانية خالص. هبدأ من الأم، من الست اللي لولاها ما كانتش سوسن بدر موجودة أصلاً. مش بس بيولوجياً، لأ، الأم دي هي اللي زرعت جوه بنتها حب الفن، هي اللي خلت سوسن تحلم، وهي كمان اللي كانت قصتها المؤلمة درس كبير لسوسن في الصبر والتحمل. الأم دي اسمها أمال سالم. أمال كانت بنت من الصعيد، من أسيوط بالتحديد، بنت جميلة قوي. لو شفتوا صورها وهي شابة مش هتصدقوا إن دي نفس الست اللي عملت دور الخالة أمونة في مسرحية ريا وسكينة. الدور ده كان فيه مكياج كتير غير شكلها تماماً، بس في الحقيقة أمال كانت ست وسيمة جداً وليها حضور مميز. أمال من يوم ما فتحت عينيها على الدنيا وهي بتحب الفن، بتحب السينما، بتحب القراية، بتقرأ روايات وشعر. ست مثقفة بمعنى الكلمة. كانت شايلة جواها حلم كبير إنها تبقى ممثلة، مش أي ممثلة، ممثلة بجد، ممثلة ليها اسم ومكانة. ولما كبرت شوية قررت تسيب الصعيد وتنزل القاهرة عشان تحقق الحلم ده. دخلت معهد السينما قسم تمثيل، وكانت زي الشعلة، نشيطة، مليانة حماس، حاسة إن الدنيا قدامها والفرصة جاية لا محالة. وفي نفس الفترة دي كان في شاب اسمه أحمد بدر الدين، شاب من الصعيد برضه، بس من إنا. الراجل ده كان خريج حقوق، يعني مسار حياته كان مختلف تماماً عن الفن. بس لما حب أمال حبها بكل حاجة فيها، حبها هي وحب حلمها كمان. فعمل إيه؟ ساب مجاله وقرر يدخل المعهد معاها، مش في نفس القسم، لأ، هي دخلت تمثيل وهو دخل قسم النقد، بس المهم إنه يبقى جنبها، يدعمها، يمشي معاها في نفس الطريق. اتجوزوا وبدأوا حياتهم مع بعض وجابوا أولاد. من ضمن الأولاد دول بنت اسمها سوزان. البنت دي هي اللي هنعرفها بعد كده باسم سوسن بدر، بس ده بعدين. دلوقتي خلونا نكمل حكاية الأم الأول. أمال سالم بدأت مشوارها الفني في أواسط الخمسينات. أول ظهور ليها كان دور صغير قوي، دور عابر في فيلم مشهور وقتها، يعني لو كنت قاعد بتتفرج يمكن ما تاخدش بالك منها أصلاً. بس هي ما استسلمتش، فضلت تشتغل، تروح وتيجي، تعمل أدوار صغيرة هنا وهناك. كانت الأدوار ما بتشبعش طموحها، بس كانت بتقبلها عشان تفضل موجودة في الساحة، عشان ما يتنسيهاش. الحاجة اللي كانت بتعوضها شوية هي شغلها في الإذاعة. في الإذاعة الوضع كان مختلف، كانت بتاخد أدوار أحسن، أدوار فيها مساحة أكبر للتمثيل. كانت الإذاعة هي المتنفس بتاعها، المكان اللي بتحس فيه إن موهبتها ليها قيمة. وفضلت أمال على الحال ده سنين طويلة، سنين من الصبر والانتظار. كل يوم بتقول بكرة هتيجي الفرصة، بكرة هلاقي الدور اللي يطلعني، بكرة الناس هتعرفني. وفعلا بعد سنين بدأ الموضوع يتحسن شوية، بدأت تاخد أدوار أكبر في مسلسلات تلفزيونية، عملت مسلسلات محترمة، بدأت تحس إن الدنيا أخيراً بتبتسم لها. بس الفرصة الكبيرة، الفرصة اللي كانت مستنياها طول عمرها، دي جت في شكل مسرحية، مسرحية ريا وسكينة الشهيرة. أمال أخدت فيها دور الخالة أمونة، مرات الأب، دور رئيسي ومحوري في الأحداث، مش دور على الهامش، لأ، دور في قلب الحكاية. أمال ما صدقت، بعد كل السنين دي أخيراً بقى ليها دور بطولة، دور الناس هتفتكره،
دور هيخلي اسمها يتكتب في التترات بخط كبير. وعملت الدور ده بشكل ممتاز، أدت الشخصية بكل طاقتها، حطت فيها كل اللي جواها، كل السنين اللي قعدت مستنية، كل الإحباط، كل الأمل، كل حاجة حطتها في الشخصية دي. والنتيجة إن الجمهور صدقها تماماً، الناس اتفاعلت معاها، الدور نجح نجاح كبير. آمال حست إن أخيراً حلمها بيتحقق. بس مين قال إن القدر كان موافق؟ وآمال سالم على خشبة المسرح بتقدم دورها فريا وسكينة، بدأ يحصل حاجة غريبة، حاجة محدش فهمها في الأول. آمال بدأت تنسى كلامها. في البداية كان الموضوع بسيط، كلمة هنا جملة هناك، كل الممثلين بينسوا أحياناً، ده شيء طبيعي. بس مع الوقت الموضوع بدأ يزيد، بقت تنسى أكتر، والحوار بقى بيضيع منها على المسرح قدام الجمهور. اللي حوالين آمال بدأوا ياخدوا بالهم، زملائها في المسرحية، المخرج، أهلها، كلهم حسوا إن في حاجة مش طبيعية. وفي البيت الموضوع بقى أوضح، آمال بقت تنسى حاجات أكتر، مش بس حوار مسرحية ولا مواعيد، لأ، بدأت تنسى الناس نفسها، الناس اللي حواليها، أهلها، ولادها. بدأت تنسى مين هم. الأولاد كبروا، بقى في أحفاد، بس آمال ما بقتش عارفة حد فيهم. وسوسن بدر، بنتها اللي كانت أقرب واحدة لقلبها، آمال ما بقتش عارفاها. لما كانت سوسن بتيجي تزورها، آمال كانت بتبصلها وتبتسم وتقول: الست الطيبة جت. الست الطيبة، مش بنتي، مش سوسن، الست الطيبة. بس تعرفوا إيه اللي كان غريب؟ إن آمال ما كانتش فاكرة مين سوسن، بس سوسن كانت هي الشخص الوحيد اللي لما كانت بتشوفه كانت بتاخده في حضنها. باقي الناس لأ، بس سوسن بس. يعني العقل نسي بس القلب فاكر، المشاعر ما بتتمسحش حتى لو الذاكرة راحت. آمال سالم فضلت على الحال ده سنين طويلة، لحد ما توفاها الله في شهر مايو 2010. اليوم ده كان يوم صعب على سوسن، بس كان صعب بشكل مضاعف. عارفين ليه؟ لأن سوسن كانت في نفس اليوم بتصور مسلسل كوميدي مع هند صبري، مسلسل كان لازم يلحق يتعرض في رمضان، مفيش وقت للتأجيل. سوسن راحت دفنت أمها ورجعت في نفس اليوم عشان تكمل تصوير. لما رجعت على موقع التصوير لقت كل الفريق ساكتين، كلهم حزانة عليها، محدش عارف يتكلم، الجو كله كان كئيب. وده مسلسل كوميدي، لازم الجو يكون خفيف عشان الضحك يطلع طبيعي. سوسن حست إن لو الجو فضل كده اليوم هيضيع واللي بعده كمان. فعملت إيه؟ دخلت عليهم وقالت لهم بصوت عالي: إيه يا جماعة؟ هو إحنا في مأتم ولا إيه؟ يلا نشتغل. وابتسمت قدامهم، فضلت تضحك قدام الكاميرا، تمثل إنها كويسة. وبين مشهد والتاني كانت بتدخل أوضتها وتقفل الباب عليها وتعيط، تنزل دموعها كلها، وبعد ما تخلص تمسح وشها، تحط ابتسامة وتطلع تكمل تصوير. ده مش تمثيل على الشاشة، ده تمثيل في الحياة، وده أصعب أنواع التمثيل. طيب دلوقتي بقى تعالوا نرجع لسوسن نفسها، نرجع للبداية خالص. سوزان أحمد بدر الدين ده كان اسمها الحقيقي. اتولدت في شارع السرايات في منطقة العباسية في القاهرة. بنت صغيرة كانت بتروح مع أمها الاستديوهات، تقعد تتفرج على الممثلين والمخرجين والكاميرات والإضاءة. كل ده كان بيدخل عينيها ويتخزن جواها. من هنا، من المكان ده بالظبط، اتزرع جواها حب الفن. في البيت كانت بتشوف أمها بتقرأ روايات، أشعار، كانت بتسمعها وهي بتقرأ أشعار أحمد شوقي بصوت عالي. الجو ده، جو القراءة والفن والاستوديوهات، كل ده بنى شخصية سوسن بدر من وهي لسه صغيرة خالص. كبرت سوزان شوية ودخلت ثانوية عامة، وفي الفترة دي سمعت عن مسابقة لاختيار عارضات أزياء، كان منظمها دار أزياء مشهور وقتها اسمه فينس. قررت تقدم، يعني هي بنت جميلة وطويلة وما عندهاش مشكلة في المظهر. قدمت واتقبلت. وهنا حصلت حاجة مهمة في حياتها. ست كبيرة ومشهورة في عالم عرض الأزياء في مصر كانت ضمن لجنة التحكيم في المسابقة دي. الست دي شافت في سوزان حاجة مميزة، فأخدتها تحت جناحها وبدأت تعلمها. علمتها إزاي تمشي، إزاي تقف، إزاي تتكلم، إزاي تاكل، قواعد الاتيكيت، فن التعامل الراقي. الأناقة مش بس في اللبس، الأناقة في كل حاجة. سوسن اتعلمت الدرس ده كويس قوي وما نسيتش الجميل ده أبداً.
فضلت طول عمرها شايله لها التقدير والاحترام، لأنها كانت حاسة إن الطريقة الراقية اللي بتتعامل بيها مع الناس والأسلوب المصقول اللي بتقدم بيه نفسها، كل ده كان بسبب الدروس اللي اتعلمتها في الفترة دي. سنة 76 سوسن قررت إنها عايزة تدخل معهد الفنون المسرحية. قالت لأبوها. الأب رفض تماماً، ومش عشان هو ضد الفن أو ما بيحبوش، لأ، الراجل ده دخل معهد السينما بنفسه عشان خاطر مراته. بس هو شاف إيه اللي حصل لأمال، شاف المعاناة، شاف السنين الطويلة من الاستنزاف والانتظار والأحلام اللي بتتأجل، ويمكن كان خايف إن بنته تعيش نفس التجربة. يمكن قال لنفسه بكفاية، مش عايزة أشوف بنتي وهي مستنية فرصة يمكن ما تجيش. قال لها ادخلي كلية علمية، ادرسي حاجة ليها مستقبل مضمون. مجموع سوزان ما كانش بيأهلها لكليات القمة زي الطب أو الصيدلة، فدخلت كلية العلوم، يعني اسمياً سجلت اسمها وراحت الجامعة مرة واحدة بس، يوم واحد، وبعدها ما راحتش تاني. راحت لأمها، قعدت معاها وقالت لها بصراحة: أنا مش عايزة علوم، أنا عايزة أمثل. الأم فهمت قوي، لأنها هي نفسها عاشت نفس الحلم، نفس الشغف. حست إن بنتها شايلة جواها نفس النار اللي كانت شايلاها هي زمان. ما قدرتش تقول لها لأ، ما قدرتش تكسر قلبها، ويمكن قالت لنفسها يمكن بنتي تقدر تحقق اللي أنا ما حققتوش، يمكن أعيش حلمي من خلالها. وساعدت سوسن تحول من كلية العلوم لمعهد الفنون المسرحية في السر من غير ما الأب يعرف. سوسن كانت بتاخد فلوس المصروف من أبوها على أساس إنها رايحة كلية العلوم، وهي في الحقيقة كانت رايحة المعهد، أو كانت رايحة تعمل اختبارات أداء في الاستوديوهات عشان تلاقي أي فرصة، أي دور، أي حاجة تحط رجلها بيها في عالم التمثيل. بمجرد ما سوسن دخلت المعهد بدأت تشتغل زي زمايلها في أدوار صغيرة جدا في الأعمال التلفزيونية، أدوار كومبارس، يعني بتظهر في الخلفية، محدش بياخد باله منها. بس ده كان جزء طبيعي من التعليم، كل طلبة المعهد كانوا بيعملوا كده. في مرة من المرات سوسن كانت بتشارك في تصوير سهرة تلفزيونية. السهرة دي كانت بتتكلم عن موضوع اجتماعي مهم في الصعيد، وكان في السهرة دي 2 من أكبر نجوم التمثيل في مصر. واحد من النجوم دول كان ممثل عملاق، ممثل لما بيطلع على الشاشة كان بيملى الدنيا، عينيه كانت بتتكلم قبل لسانه، ابتسامته كانت بتخوف، حتى النجمات الكبار كانوا بيتوتروا لما بيمثلوا قدامه. مش عشان هو وحش في الحقيقة، لأ، بس عشان أداؤه كان بيبقى قوي لدرجة إنك بتنسى إنه بيمثل وبتتعامل معاه على إنه فعلاً الشخصية الشريرة اللي بيلعب بيها. سوسن كان دورها بسيط، هي بتعمل دور ست صعيدية جوزها مات، والممثل الكبير ده بيجي يعزيها ويتكلم معاها. هي كومبارس صامت، والكاميرا واقفة عليها من ظهرها، يعني الشاشة مش باين فيها غير وش الممثل الكبير، هي طالعة بظهرها بس. فقالت لنفسها أنا كومبارس ومش باينة أصلاً، هعمل إيه يعني؟ المشكلة بدأت لما بدأ التصوير. الممثل الكبير بدأ يتكلم وبيبص في عينيها، وسوسن من قوة حضوره ونظرة عينيه حست بخوف حقيقي، مش خوف تمثيل، لأ، خوف فعلي. فبدل ما تبص في عينيه نزلت عينيها في الأرض. الممثل وقف التصوير وقال لها بهدوء: يا أنسة بصيلي في عينيا. عادوا المشهد تاني ونفس الحكاية، سوسن ما قدرتش تبص في عينيه، حاجة أقوى منها، عينيه كانت فيها طاقة رهيبة مش عارفة تواجهها. المرة التالتة الممثل ما بقاش هادي، اتعصب، قام مسكها بدراعها بقوة وهزها وقال لها بصوت عالي: قلتلك تبصيلي في عينيا، مفيش ممثل ما بيبصش في عين اللي قدامه، انتي كومبارس ولا مش كومبارس، انتي ممثلة، وأنا عايز أمثل وانتي بصة في الأرض، هجيب أداء منين؟ سوسن من الصدمة والقوة اللي مسكها بيها بدأت تعيط، مش بكاء تمثيل، عياط حقيقي من جواها، ومش قادرة توقف الدموع، أصلاً معرفتش تبطل بكا. وحصلت حاجة محدش توقعها، الكاميرا كانت لسه شغالة، وصوت عياطها اللي طلع في المشهد ونفسها اللي عمال يعلى ودموعها اللي مش قادرة تمسكها، كل ده طلع في المشهد كأن الشخصية اللي بتعملها فعلاً بتعيط على جوزها اللي مات. المشهد طلع من أجمل المشاهد، حقيقي، مؤثر، ما فيهوش أي زيف. وبعد ما المشهد خلص كل اللي كانوا موجودين سقفوا،
الممثل الكبير بصلها وقال لها: اتعلمتي الدرس؟ قالت له وهي لسه بتعيط: اتعلمت. وفعلا اتعلمت. ده كان تاني درس كبير في حياة سوسن بدر. بعد الدرس الأول اللي اتعلمته عن الأناقة والأتيكيت، الدرس التاني كان عن التمثيل نفسه، إن كل مشهد مهما كان صغير لازم يتعمل بنفس الجدية وبنفس الإخلاص. مفيش مشهد صغير ومشهد كبير، كلهم واحد. سواء انت بطل الفيلم أو واقف في آخر الكادر، لازم تعمل شغلك صح. في نفس الفترة دي، يعني وسوسن لسه في أولى معهد، حصلت حاجة مهمة تانية. في مخرج كبير من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، مخرج صاحب رؤية مختلفة وعين فنية استثنائية. المخرج ده كان بيحضر لمشروع الضخم، فيلم عن فترة مهمة من التاريخ المصري القديم، فيلم عن الملك أخيناتون. كان اختار لدور البطولة ممثل شاب موهوب جدا، واختار لدور نفرتيتي سوسن. بس كان عنده ملاحظة، اسمها سوزان. قال له إن الاسم ده مش مناسب، هو عايز التتر بتاع الفيلم يكون فيه أسماء مصرية خالصة، فاقترح عليها تغير اسمها. اختار لها اسم سوسن، ومن يومها بقت سوسن بدر، الاسم اللي عرفها بيه كل الناس، الاسم اللي بيلمع في التترات، الاسم اللي بقى علامة تجارية في السينما والدراما المصرية. بس الفيلم نفسه مكملش، وقف لأسباب مختلفة، ولحد النهاردة الممثل اللي كان هيعمل دور أخيناتون لسه حزين على ضياع المشروع ده، لسه بيحلم إن في يوم يجي ويتعمل الفيلم ده، بس الزمن ما بيرجعش لورا. المهم إن الفيلم ما اتعملش، بس الاسم فضل سوسن بدر، وده كفاية. طيب دلوقتي تعالوا نحكي واحدة من الحكايات الأطرف في مشوار سوسن بدر، حكاية لحد النهاردة بتضحك كل اللي يسمعها. في نفس السنة، سنة أولى معهد، سوسن بدر اتأخدت عشان تشارك في مسلسل مهم جدا، مسلسل أحلام الفتى الطائر، وكانت هتشارك في 3 حلقات مع واحد من أكبر نجوم مصر، نجم كوميديا كبير، ممثل ذكي جدا وحاضر البديهة ومش سهل حد يضحك عليه. الدور ده كان فرصة كبيرة لسوسن، فرصة تشتغل مع نجم بالحجم ده، فرصة ما بتتكررش. بس كان في شرط واحد، الشخصية اللي هتعملها لازم تسوق عربية، في مشاهد فيها قيادة سيارات. فسألوها: بتعرفي تسوقي؟ سوسن فكرت لثانية، لو قالت الحقيقة إنها مش بتعرف تسوق هتخسر الفرصة، الفرصة هتروح لممثلة تانية وهي مش مستعدة تخسرها. فقالت: أيوة طبعا بعرف أسوق. وما كانش في وقت تتعلم، التصوير بدأ على طول. تخيلوا بقى المشهد ده، التصوير في الصحراء، النجم الكبير وممثل تاني كبير بيعملوا دور 2 هاربين، وبيلاقوا سوسن واقفة على الطريق وعربيتها عطلانة، الكاوتش فاضي، فبيغيروا لها الكاوتش وبيركبوا معاها عشان توصل ليهم. لحد هنا كل حاجة تمام، ما حصلش أي سواقة، مجرد كلام وتمثيل وتغيير عجلة. بس لما ركبوا العربية وسوسن بدأت تتحرك، النجم الكبير حس على طول، حس إن في حاجة غلط، العربية ما بتمشيش طبيعي، الحركة مش مظبوطة. قال لها: هو أنت متأكدة إنك بتعرفي تسوقي؟ سوسن ملهاش مفر، قالت: الحقيقة لأ، مش بعرف أسوق. لو كنتوا شايفين وشه في اللحظة دي، تخيلوا رد فعل نجم كوميديا لما يكتشف إن حد ضحك عليه في الحقيقة. بس الموقف ما كانش مضحك ليه وقتها، لأ، ده كان في وسط الصحراء والكاميرات شغالة ومحدش عنده بديل. نزل من العربية وراح للمخرج وأخده جنبه وقال له: البنت مش بتعرف تسوق. المخرج اتصدم طبعا، بس إيه الحل؟ هم في نص التصوير، مفيش وقت يجيبوا حد تاني، لازم يكملوا. فالنجم الكبير رجع وقال لها: اسمعي كويس، انتي هتدوسي على البنزين خفيف وأنا هحط إيدي على فرامل اليد، أي حاجة مش مظبوطة هتحصل أنا هوقف العربية، انتي بس تحركيها كام متر عشان يبان إن العربية بتتحرك، وبعد كده وقفي. سوسن دعست بنزين، بس ما وقفتش، فضلت ماشية، والنجم إيده على الهاند بريك والإيد التانية على قلبه، يعني لحظات حقيقية من التوتر، لحد ما قال لها: كفاية خلاص وقفي. وبعد كده أخدوا اللقطات القريبة بتاعتها من غير سواقة، واللقطات البعيدة عملها حد تاني وقعد ورا الديركسيون بدلها، والموقف عدى على خير. بس تعرفوا إيه اللي حصل بعد كده؟ النجم ما زعلش منها، هو في الأول اتخض وما بقاش مبسوط، بس بعد ما الموقف عدى وشافوا اللقطات وكل حاجة طلعت كويسة، الموضوع بقى ذكرى مضحكة بينهم.
والمضحك في الموضوع إن ده فعلا يشبه مشهد في فيلم بعد كده بسنين، لما نجم كبير ما قالش إن عنده مشكلة وفضل سايق. بس ده في الأفلام، أما سوسن عملتها في الواقع. من هنا اتولدت سوسن بدر فنياً، من الشجاعة دي، من الجرأة دي، من الرغبة إنها ما تفوتش أي فرصة مهما كانت المخاطرة. طيب نرجع شوية ونتكلم عن حياة سوسن الشخصية. الناس دايماً بتحب تعرف الجانب ده، وسوسن بدر حياتها الشخصية كانت فيها قصص مش عادية. في سنة أولى معهد، يعني نفس السنة المليانة دي اللي اتكلمنا عنها، سوسن لفتت نظر واحد من أساتذتها في الجامعة، دكتور في المعهد، راجل مثقف ومحترم وشايف فيها موهبة حقيقية. الإعجاب بقى حب، والحب بقى ارتباط، واتجوزوا. في البداية كانت العلاقة حلوة، الدكتور كان بيدعمها، بيشجعها، بيقول لها كملي، انتي موهوبة وعندك مستقبل. بس الحياة مش دايماً بتفضل على نفس الوتيرة، ومش كل علاقة بتبدأ حلو بتكمل حلو. العلاقة بينهم مع الوقت بدأت تتغير، وده هنتكلم عنه أكتر في سياق حكايتنا. المهم إن سوسن بدأت مشوارها الفني وهي متجوزة، وده كان ليه تأثير على حياتها المهنية والشخصية في نفس الوقت. سوسن بدر في حياتها اتجوزت أكتر من مرة، ومش كل جوازاتها كانت معلنة. كانت في مرة من المرات اتجوزت من شخص مشهور جدا في الوسط الفني، بس الجوازة دي كانت في السر، محدش كان يعرف، لا الصحافة ولا الناس، وحتى ناس كتير في الوسط الفني نفسه. وكمان اتجوزت مرة تانية من ابن واحدة من أقرب صديقاتها. يعني تخيلوا الموقف، صاحبتك ابنها هو جوزك، ده في حد ذاته حكاية مليانة تفاصيل. سوسن بدر عمرها ما حبت تتكلم كتير عن حياتها الخاصة، كانت دايماً بتحط خط فاصل بين حياتها المهنية وحياتها الشخصية، وده شيء يحسب لها. في عالم مليان ناس بتحب تعرض كل حاجة، هي اختارت تحافظ على خصوصيتها. في منتصف التسعينات، وبالتحديد سنة 96، مصر كلها كانت بتتكلم عن قضية شهيرة، قضية أثارت جدل واسع في المجتمع المصري. قضية كانت بتتعلق بمجموعة من الشباب والمراهقين اللي اتهموا بممارسات غريبة وغير مألوفة. القضية دي شغلت الصحافة والإعلام لفترة طويلة. المفاجأة إن بنت سوسن بدر كانت من ضمن اللي اتهموا في القضية دي. الموقف ده كان صعب جدا على سوسن، هي فنانة مشهورة، اسمها معروف، وبنتها مرتبطة بقضية الناس كلها بتتكلم عنها. الضغط النفسي والإعلامي كان رهيب، بس سوسن بدر ست قوية، اتعاملت مع الموقف بذكاء وهدوء، ما سابتش بنتها، وقفت جنبها، ومرت الأيام الصعبة دي. في فترة من حياتها سوسن بدر عاشت ظرف معين، ظرف صعب، تفاصيله مش مهمة بقدر ما النتيجة مهمة. الظرف ده خلاها تعيد التفكير في حاجات كتير في حياتها، خلاها تراجع نفسها. وبعد الظرف ده قررت تلبس الحجاب. القرار ده كان مفاجأة لناس كتير. سوسن بدر اللي الناس عارفاها بشكل معين اختارت مظهر مختلف، بس هي كانت مقتنعة بقرارها وحاسة إنه جاي من جوه قلبها. في عالم الفن قرار زي ده ممكن يأثر على المسار المهني، ممكن الأدوار تقل، ممكن المخرجين يبعدوا عنك، بس سوسن ما كانتش مهتمة بالكلام ده وقتها، كانت مهتمة إنها ماشية في الطريق اللي حاسة إنه صح. سوسن بدر على مدار مشوارها الطويل قدمت أعمال كتير، أعمال متنوعة، أفلام، مسلسلات، مسرحيات، مسلسلات إذاعية. بس اللي بيميز سوسن بدر عن ناس كتير إنها ما بتكسلش في أي دور. الدرس اللي اتعلمته من الممثل الكبير لما كانت كومبارس فضل معاها طول عمرها. كل مشهد بتعامله على إنه أهم مشهد في حياتها، مفيش حاجة عندها بتتعمل على الماشي. سوسن بدر نوعية الفنانين اللي بيدخلوا في الشخصية وبينسوا نفسهم، بتمثل بكل جوارحها، بعينيها، بإيديها، بنبرة صوتها، بس الأهم إنها بتمثل بمشاعرها. وعشان كده أي حد بيتفرج عليها بيصدقها، لأنها هي نفسها بتصدق اللي بتعمله. من البنت الصغيرة اللي كانت بتروح مع أمها الاستوديوهات لحد ما بقت واحدة من أهم الأسماء في الدراما المصرية. المشوار كان طويل ومرهق ومليان تحديات، بس سوسن ما استسلمتش زي ما أمها ما استسلمتش. الفرق إن القدر أعطى لسوسن الفرصة اللي حرم منها أمها. لو بصينا على حكاية سوسن بدر من فوق من بعيد هنلاقيها حكاية دائرية،
حلمت بالتمثيل وما قدرتش تحقق حلمها. بنت ورثت نفس الحلم وقدرت تحققه. ساعدت بنتها تدخل المعهد في السر عشان ما تضيعش حلمها زيها. بنت لما كبرت وأمها تعبت وقفت جنبها وراعتها لحد آخر يوم. ما بقتش فاكرة بنتها، بس قلبها فضل عارفها. بنت فضلت بتضحك قدام الكاميرات وبتعيط في الخفا. دي مش مجرد سيرة ذاتية لفنانة، دي حكاية عن الحب والتضحية والصبر، حكاية عن وبنتها، عن حلم اتكسر وحلم اتحقق، عن مرض سرق الذاكرة بس ما قدرش يسرق المشاعر. سوسن بدر اللي اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين، البنت اللي اتولدت في العباسية وكانت بتروح الاستوديوهات مع أمها، البنت اللي دخلت المعهد في السر وتعلمت الأصول على إيد عمالقة الفن، البنت اللي ضحكت على أكبر نجم كوميديا في مصر في أول مشوارها. البنت دي كبرت وبقت سوسن بدر، اسم كبير، اسم ليه وزن، اسم لما بتشوفه في تتر أي عمل فني بتعرف إنك هتتفرج على حاجة محترمة. كل واحد فينا عنده حلم، وكل واحد فينا بيواجه صعوبات في طريقه، بس اللي بيفرق واحد عن التاني هو إيه اللي بيعمله لما الدنيا بتبقى صعبة. هل بيقع ويقوم ولا بيقع ويفضل مكانه؟ سوسن بدر وقعت كتير، بس كل مرة قامت، ودي الحكاية. وعلى كده بقى نكون خلصنا حكايتنا النهاردة عن الفنانة الجميلة سوسن بدر. لو الحكاية عجبتكم ما تنسوش الإعجاب والمشاركة، وسيبولنا في التعليقات مين الفنان أو الفنانة اللي عايزين نحكي حكايتهم المرة الجاية. مع أكبر قناة فنية على اليوتيوب، قناة كوكب الشرق، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.